اهلا بيكم حبايبي الحلوين طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي، وهناخد باذن الله الكلمات الدرس الاول والثاني اللي هو قلنا اليونت 1 بيكلمنا عن ايه. طبعا احنا هنشتغل زي ما انتم عارفين من كتابنا المفضل كتاب المعاصر، وعندي اليونت 1 بيكلمنا عن جن الفا. قلنا جن الفا، وهناخد دلوقتي يعني ايه جن الفا. قلنا كلمة جن اختصار لكلمة جينيريشن. جن اختصار لكلمة جينيريشن اللي هي جيل. جن الفا اللي هي جيل الالفا اللي هو الجيل البدائي اللي هو اول جيل. بيبتدي بقى الاكتر استخدام اللي هو اتولدتوا وطلعتوا على التكنولوجيا. كلمة ترند اللي احنا عارفينها طبعا تبع الترندات والكلام ده اللي هي الاتجاه العام او الموضة. ليميت اللي هي يحد او حد، بتعمل ليميت لكل حاجة في حياتك. سكرين تايم اللي هو وقت الشاشة. ديجيتال نيتيفز اللي هو المواطنين الرقميين او الديجيتال نيتيف اللي هو المواطن الرقمي، اللي هو كلمة نيتيف يعني الموطن الأصلي، اللي هو انت بقى من بداية الناس اللي اشتغلت على المجال ده. ايموجي اللي هو الرمز التعبير، طبعا بتبعتوا ايموشنات لبعض اللي هو ايموجي. انا ببعت لاصحابي حاجة انا عايز اعبر بيها عن زعلان فرحان، فببعت له ايموجي بيعبر عن التعبير بتاعي. identity ودي كلمة مهمة. identity الهوية. identity الهوية. balance يوازن أو توازن. memes قلنا الصور، ده بتبعت ميمزات اللي هو بتجيب صور مثلا بتبتدي تعمل تعليقات عليها سخيفة أو كده والكلام ده اللي هي صور أو مقتطفات. platform معناها منصة، وبتيجي برضو أحيانا بتيجي بمعنى اللي هو بتاع القطر ده اللي هو الرصيف بتاع القطر. بتيجي بمعنى رصيف القطر. معلش القلم بقى ايه تستحملوه فيه عشان من اولها كده هيعملها معانا شكل. طيب فقلنا كلمة بلاتفورم معناها منصة أو معناها رصيف بتاع القطر. ايموشن اللي هو العاطفة أو التعبير. تعالوا كده ناخد كم سؤال صغير بنبتدي بقى نتمرن بيهم ونشوف نفسنا. بيقول لي جايب لي الكلمات، عندي ليميت، كلمة بالانس، ترند، جنريشن، ايموجيز. teenagers اللي هم المراهقين أو العشرينيات like to follow fashion، بيحب إن هم يتبعوا إيه fashion trends. fashion trends. طيب بعد كده it's healthy too your study with some rest. لما بيجيب لك حاجتين your study مذاكرتك some rest وشوية راحة، يبقى لازم it's healthy من المفيد جدا انك تعمل ايه تعمل balance between your study and your rest. I like using بحب ان انا استخدم because they express my feeling a fun way، ودي طريقة فيها مرح لما ببتدي express تعبر عن my feelings، طبعا اللي هي ايه اللي هي الايموجيز التعبيرات اللي انا بستخدمها. Each has its own way of using technology. its own way يعني طريقته الخاصة ب using technology استخدام التكنولوجيا. طبعا each generation كل جيل ليه طريقته الخاصة في استخدام التكنولوجيا. طيب بعد كده عندي كلمة discover، كلمة apps اللي هي اختصار لكلمة applications. بعد كده encourage يشجع. real life اللي هي الحياة الواقعية وحياة الواقع بتاع الحياة. rarely نادرا. tools اللي هي الأدوات. represent اللي هي بيمثل أو بيرمز، يمثل كذا وكذا أو يرمز إلى كذا، مش بيمثل اللي هو تمثيل أو حد بيعمل فيلم، لا بيمثل شيء، بيمثل حاجة معينة. constantly اللي هي باستمرار constantly. وبعد كده عندي powerful. creative. بعد كده عندي wonder دي لو كتبناها كده wonder بتبقى معناها يتجول بلا هدف، عمال بلف بلا هدف، فهنا معناها يتجول بلا هدف wonder. اما wonder دي معناها يتعجب او يتساءل. connection اللي هو اتصال او ترابط، بتساوي كلمة link برضو بيربط او بيحصل اتصال. devices أجهزة. device جهاز. طيب عندي الكلمات listen to، عندي global عالمي. onwards يعني فصاعدا، يعني من هنا وطالع. artificial intelligence اللي هو الذكاء الاصطناعي.
واختصارها طبعا اللي هي عارفينها AI. challenge تحدي، challenge تحدي. social media adaptive wisely worldwide relationship coding online learning affect. وعندك كلمتين، كلمة affect وكلمة effect. affect يؤثر على اللي هي بتبقى verb، وعندك كلمة effect اللي هو تأثير، effect اللي هو تأثير، ودي بتبقى noun. طيب عندي بعد كده التعريفات دي ومهمة جدا. انا مش عايزك بقى ايه تحفظ التعريفات دي، يعني ده مش مصطلح علم بقى بتاع علوم ودراسات والكلام ده كله، لا انا مش عايزك تحفظهم اصلا، لكن الحاجات دي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن انت تفهمها وتقراها اكتر من مرة عشان تفهمها. يعني مثلا كلمة trend دي اللي هي popular new developments. هنا popular حاجات معروفة، تطورات جديدة ومعروفة. often seen غالبا بتشوفها على الديجيتال كونتنت or social behavior على سلوكيات على السوشيال ميديا او الديجيتال كونتنت اللي هو المحتوى الرقمي، يعني حاجات انت شفتها على النت بقى ترند. فالترند ده الحاجات معروفة فانت شفتها على النت. عندي بعد كده سكرين تايم اللي هو وقت الشاشة. طب يعني ايه؟ the amount الكمية of time كمية الوقت spent looking at screen دي كمية الوقت اللي انت قاعد قدام الشاشة بتتفرج على حاجة، يبقى ده اسمه screen time اللي هو وقت الشاشة بتتفرج على حاجة. كلمة images اللي هي الرموز التعبيرية small digital images دي صور صغيرة رقمية or icons أو أيقونات used to express بتستخدمها عشان تعبر بها ideas or emotions التعبيرات أو الأفكار in electronic communications على الحاجات الإلكترونية للتواصل. عندي بعد كده كلمة generation. قلنا generation يعني جيل. طب يعني ايه كلمة جيل؟ دول a group of people مجموعة من الناس born around the same time يعني مواليد العشرينيات تلاتينيات سبعينيات، اللي هو دول a group of people مجموعة من الناس born مولودين around the same time في نفس الوقت مع بعض. بعد كده عندي كلمة balance معناها يوازن أو توازن، اللي قلنا situation ده موقف in which different things في حاجات مختلفة are of equal بتبقى متساوية أو proper weight or amount. يبقى هنا بيبتدي يكلمنا عن حاجات بتبقى متناسبة أو متساوية، ده بيعمل إيه؟ اللي هو balance بيبقى إيه؟ توازن. بعد كده عندي كلمة digital natives المواطن الرقمي ده individuals. كلمة individuals اللي هي أفراد جاي من كلمة individual اللي هو فردي، اللي دول أفراد who have grown up with technology دول اللي طلعوا على التكنولوجيا على أيام زي حالاتي كده مثلا ما كانش فيه تكنولوجيا، طلعنا يعني ابتدينا عشان نشوف حاجة اسمها فيسبوك والكلام ده من بداية 2003 2005 والحاجات دي. فsuch as computers زي الكمبيوترات مثلا، دي الحاجات دي مثلا طلعنا لقيناها بس ما كانش فيه بقى تكنولوجيا والإنترنت وموبايل ديفايسز، فانتوا طلعتوا ولقيتوا كل الكلام ده في وشكم. طيب عندي ميمز. الميمز اللي هو حاجات كده اللي هي بتبقى هيمروز اللي هي ايمجز بتبقى حاجات فكاهية فيها ضحك ولعب بقى او فيديوهات عبارة عن صور او فيديوهات. سبريد بتبقى منتشرة كويكلي انترنت يوزرز في استخدام الانترنت. طيب الكلمات دي بتبقى يعني مهمة تحفظ الاكسبريشن على بعضه كده. limit screen time تحد من الوقت بتاع النت. express feeling. بعد كده عندي spend time online. share memes create identity. وبرضو عندنا كلمة shape اللي هو يشكل shape identity يعني بيشكل الهوية. يعني أقول لك your father and your mother الأب والأم بيبتدوا shape your identity بيشكلوا الهوية بتاعتك، وده برضو بيكون فيه تأثير من خلال برضو السوشيال ميديا في shape أو create your identity. بصوا معايا بقى في السينونيم والانتونيم دول مش هقول لك احفظهم لأن هنا مش حلو انك تحفظ الكلام ده واقول لك جدول بقى تحفظه وترصه، لا انا عايزك تبقى فاهم. مثلا كلمة creative دي معروفة خدناها كتير جدا. طيب عكسها uncreative دول خدناهم. imagine اللي هو الخيال او تتخيل. imaginative برضو اللي بتساوي كلمة الابداع او بتتخيل كده بطريقة ابداعية، فخلاص انت فهمتها لوحدك.
كلمة modern عارفينها، كلمة new أو new اللي هو دي عارفينها. current ممكن تكون جديدة عليك، احفظها. old اللي هي القديم ده الانتونيم، traditional تقليدي. فاللي أنا عايز أقول لك إن الكلمات الجديدة بس عليك ابتدي بقى خدها واحفظها، لكن أنت عندك الأساس إن الكلمات دي أغلبها هتكون واخدها. يعني ببساطة حاجات تافهة كده، happy عايز الانتونيم بتاعها اللي هو عكسها sad، هيديها لك في الاختيارات، فأنت تبقى فاهم ده وتقراهم باستفاضة وكتير جدا عشان تبقى تقراهم بفهم، مش تبقى حافظه بس. encourage يشجع، encourage يشجع. support أو motivate يحفز برضو أو يشجع، عكسها discourage اللي هو بيحبط. global عالمي، worldwide برضو اللي هو حاجة على مستوى العالم زي ما خدناها من شوية. international عالمي، عكسها بقى local أو national. عندي online connected أو linked، بعد كده عندي offline عكسه. نفس الكلام في السافكس والبريفكس والحاجات دي برضو تبقى فاهمها وعارفها، وعايزك تبقى عارف ان هي بتكون الاسم من الفعل او الظرف من كذا والحال من الاسم. يعني هنا اتكونت ايه بقى؟ كون الاسم من الفعل، يبقى هنا generate اللي هو ينتج. طب اتحولت بقت generation لما ضفنا لها اي generation. بعد كده عندي constantly، digital، powerful، behavior، creative. يبقى هنا انا من الاستمراريه بتاعتي لما اقرا الكلام ده كتير هبتدي ان لوحدي هبتدي افهمهم كويس جدا. طيب هنا برضو في الكلمات التصريفات دي هنحتاجها، التصريف التاني والتالت هنحتاجهم في الجرامر، وخصوصا التصريف التالت هنكبر شويه في اخر الترم او اخر السنه وسنه تالته بالذات وفيما بعد ثانوي وكده، هتلاقوا ان انتم محتاجين كل الافعال دي، فاحفظ على قد ما تقدر في الافعال. spread، spread، spread دول زي بعض. grow up، grew up، grown up. grow، grew، growing اللي هو فعل grow برضو نفس الفكرة ممكن نعمل كده. know، knew، knowing. spend، spent، spent. bear، bore، born. تمام. طيب تعالوا كده هنا بيبتدي بيلخص لنا الاتنين reading في points، فتعالوا كده ناخد الريدنج مع بعض ونشوف ايه القصة بتاعته. طيب هنا بيقول لي جين ألفا the young digital natives. جين ألفا اللي هم الجيل بتوع اللي هم البدايات اللي بيستخدموا التكنولوجيا، the young digital natives اللي هم المواطنين الرقميين الشباب أو صغيرين. Do you know that you are one of the Gen Alpha؟ هل أنت تعرف إن أنت واحد من جين ألفا اللي هم الجيل اللي لسه بادئ بالإنترنت؟ who were born from around 2010 to the mid 2020 اللي هو أنت مولود من 2010 ل 2020. today's young generation الجيل ده اللي طالع دلوقتي جين ألفا is changing بيبتدي يتغير the way الطريقة we live احنا بنعيش and communicate بنتواصل. يعني بتبتدي الحاجات دي بيحصل طريقة في التغيير المعيشة وطريقة التواصل. زمان عشان نتواصل مع أي حد بره مصر كنا بنستناه لما يرجع من سفر، ما كانش فيه نت ولا الكلام ده كله، لكن لما ابتدى فيه نت دلوقتي كأنه عايش معاك وقاعد معاك لحظة بلحظة. They are digital natives because they learn to use technology. طبعا ليه انتوا بقى digital natives؟ عشان انتوا بتستخدموا التكنولوجيا before they can read قبل القراية and they يعني حتى انت في حضانة او في اولى ابتدائي عمال بتقرا عمال بتستخدم التكنولوجيا والحاجات دي دلوقتي. and they usually spend a lot of time وبيستخدموا وقت كتير جدا اونلاين على الانترنت exploring the latest trends اللي هو the latest اللي هي احدث الترندات اللي هي الحاجات قلنا الموضة اللي ماشية او العام الحاجات المنتشرة. زي like creating short videos بيحبوا يعملوا short videos فيديوهات قصيرة show their hobbies or opinions يعبروا بقى تيك توك بقى والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، يعملوا فيديوهات صغيرة يعبروا عن رأيهم يقولوا كلمتين بأغنية مش عارف كذا وهكذا. at the moment في نفس اللحظة many Gen Alpha children are بيستخدموا using social media to learn about عشان يتعلموا عن the world and connect عشان يبتدوا يتواصلوا with others. يعني في ناس تانية بتستخدمها بقى عشان يبتدوا يتواصلوا ويبتدوا يتعلموا يعرفوا حاجات جديدة. They are constantly باستمرار discovering new trends
بيبتدوا يستكشفوا بقى الحاجات الترندات الجديدة باستمرار. that quickly spread اللي بتنتشر بسرعة across their digital communities في المجتمعات بتاعتهم. For example على سبيل المثال they share memes بيبتدوا ان هم يشاركوا الميمز اللي هي الصور اللي قلنا عليها. and sometimes وأحيانا send emojis بيبتدوا يبعتوا الايموجيز instead of words because they like showing. هنا كلمة instead of بيجي بعدها noun أو verb مضاف له ing، فهنا بقول لك instead of words يعني بدلا من الكلمات، بدل ما يكتب له كتير because they like showing emotion in a creative، يعني بيبتدوا يبعتوا ايموشنات بدل ما يكتب له instead of اللي هي بدل ما يبعت بقى كلمات، لأن هي because they like بتكون بتعرض الايموشنز التعبيرات كرييتيف بطريقه مبدعه. fun way برضو بطريقه مرحه جدا. teachers and parents المدرسين والاولياء الامور often wonder، قلنا wonder يتساءل ويتعجب، wonder بالاي قلنا بيتجول بلا هدف. طيب قلنا often غالبا wonder how this generation، يعني ازاي ان هم generation بيسالوا بقى الجيل ده هيطلع ازاي بقى will grow up with so much technology، وسط التكنولوجيا دي كلها يا ترى الجيل اللي طالع ده هيحصل ايه around them حواليهم. many parents are trying، كتير من اولياء الامور بيحاولوا to limit screen time عشان يحددوا من وقت الشاشة، بدل ما الولد يبقى قاعد على طول بيحددوا من الوقت بتاع الشاشة. while also encouraging useful digital skills. بعد كده عندي جين ألفا rarely نادرا spends a day without بيستخدموا اليوم without using technology، يعني نادرا لما يعدي يوم من غير استخدام التكنولوجيا. but they are also learning to balance، يعني بيبتدوا يعملوا توازن online activities الحاجات اللي بيستخدموها انترنت اونلاين with real life connections، اللي هو بتبتدي تعمل بالانس توازن بين الحاجات اللي بتستخدمها على النت وبين الحاجات الايه الواقعيه والانشطه الواقعيه. This generation represent، قلنا represent معناها تمثل او تبتدي ترمز الى، فهنا تمثل قوه الترندات دي that is shaping the future، بتمثل قوه تقدر ان هي تشكل المستقبل فيما بعد. جين ألفا always looks for بيبتدي يبحث عن a new way to express themselves، دايما بيبتدي الجيل ده يبتدي يدور على اي حاجة عشان يبتدي يعبر بيها عن نفسه. unlike using digital tools بيبتدي برضو يستخدم الديجيتال تولز الادوات الرقمية to create their identity عشان يشكل الهوية بتاعته in the modern world في العالم الحديث. بعد كده بنكمل اخر حاجة عندي الجنرال نوتس او الملاحظات اللغوية كده. عندي كلمتين explore discover. كلمة explore بتدي نفس المعنى بتاع discover يعني في الترجمة لما نقول explore او discover الاتنين معناهم يستكشف، لكن في فرق في المعنى نفسه جوه الجملة. كلمة explore بيستكشف مكان او يتفحص حاجة، يعني احنا رايحين نلف في السوق، او هنا زي explored استكشفوا the land اكتشفوا الارض the source of Amazon river اللي هو عند نهر امازون، يبقى ده مكان معروف فرايحين ياخدوا جولة فيه او يبتدوا يعملوا اكسبلور يستكشفوا المكان. رحت البيراميدز، رحت كايرو، رحت بأي مكان بتعمل اكسبلور في المكان ده. اما كلمة ديسكفر اللي هو بيكتشف حاجة ما كانتش معروفة قبل كده لكن هي كانت موجودة لكن هو محدش يعرفها. لما اقول he discovered هو اكتشف a big treasure in the roof garden of his house، ربنا يكرمكم كلكم ان شاء الله اللي هو لقى كنز فوق السطح عنده في البيت، فهنا الكنز ده كان موجود لكن محدش كان يعرفه، هو بقى اللي اكتشفه، فهنا هو اللي اكتشفه يبقى هنا استخدم discover مش explore. بعد كده عندي grow up. عندي كلمة grow up اللي هو بيكبر، وgrow برضو اللي هو بيكبر برضو بس في اختلاف في المعنى. عندي grow up بنستخدمها زي مثلا teachers and parents، قلنا الآباء والأمهات اللي هم البيرنتس الأولياء الأمور والتيتشرز المدرسين. wonder بيتساءلوا بيتعجبوا. how the generation will grow up هيكبر إزاي with so much technology مع التكنولوجيا الكتيرة دي. أو لما أقول رقية أنتك have grown up in Cairo كبروا ونموا اللي هو ابتدوا يكبروا في القاهرة. لكن عندي جروب استخدمها بمعنى يزرع أو يزداد.
لما اقول tomatoes grow best in direct sunlight. tomatoes grow بتبتدي تنمو best in direct sunlight في الاماكن اللي بيبقى فيها اللي هو اشعاع الشمس بتبقى مباشر. they will stop growing rice. هيبتدي يتوقفوا عن زرع الرز because here هنا because of the weather بسبب الطقس. يبقى عندي خدنا grown up قلنا معناها قلنا يكبر أو ينمو، أما grow اللي هو معناها بيزرع أو بيزداد. خدنا balance، خدناها من شوية في الكلمات. balance اللي هي معناها قلنا يوازن، وده بنستخدمها كفيرب. الدي موجودة هنا معناها بتضيف له دي balance تبقى في الماضي، ومعناها ان دي verb، ومعناها ان الان دي معناها نون، انك انت ممكن تستخدمها كنون. زي مثلا they are also learning to balance. هم also learning بيتعلموا to balance عشان يبتدوا يوازنوا online activities with real connections، مع الحاجات اللي بيبقى فيها online activities الأنشطة الأونلاين مع اللايف connection الريال لايف اللي هي الحياة الواقعية أو التواصل الواقعي. هاني lost his balance and fell off his bike. فقد توازنه ووقع من العجلة بتاعته. يبقى هنا معناها يوازن أو يتوازن، أو بتيجي بمعنى نون اللي هو التوازن نفسه. آخر جملة عندي في الكلمات هنا عندي experts الخبراء say بيقولوا must eat، يعني we must eat لازم احنا ناكل balanced diet يعني أكل متوازن. كلمة balanced معناها متوازن، يبقى هنا ناكل أكل إيه؟ أكل متوازن. يبقى عشان تبقاش تاكل مثلا أكل بفترة، لا، يبقى الأكل فيه توازن، عشان كده تقدر تستفيد بالأكل كويس. بعد كده عندي تعبيرات وحروف الجر create a video from around 2010 يعني من 2010 to the mid 2020 ومن لحد نص أو منتصف 2020. spread across بينتشر عبر. instead of وقلنا instead of بيجي بعدها حاجتين، بيجي بعدها noun وبيجي بعدها verb plus ing. تمام، ودي بتيجي قلنا بتيجي في بداية الجملة أحيانا أو في نص الجملة بس بعدها جملة، بيجي بعدها قلنا noun أو verb plus ing. كلمة instead بس كده، instead بس دي معناها اللي هو بدل من، ودي بتيجي قلنا إيه في آخر الجملة. طيب نكمل. عندي different from shape the future in a creative fun way. وبكده بنكون خلصنا الكلمات، وبإذن الله كده إن شاء الله استنوا فيديو تاني هنحل فيه إن شاء الله الأسئلة بتاعت الكلمات، وهنحل برضو الأسئلة بتاعت الجرامر إن شاء الله. وما تنساش بقى تدعمنا بلايك كومنت وشير، وتسيب لنا تعليق كده بعد ما تخلص الحصة وتستفيد منها، تسيب لنا تعليق حلو كده زيك. وما تنساش تشير الفيديو لكل اصحابك، واستنونا ان شاء الله باذن الله بنكمل المنهج مع بعض مع مستر زكريا تدرس. جود باي.